بالضبط. ضابط بالجيش. يعني 84 رائد هو كان ضابط بالجيش. هاني لا هو ابو شاهين. هو ايه يقول انا شفت بالقوه الجويه، يقول عقيد طيار، بعد ما نعرف عقيد كيف يا رجل وهو صغير بالسن؟ ما نعرف عمره والله، تصدق ما نعرف عمره، بس يجيب لنا روايات بالسبعينات بالثمانينات يحكي لنا روايات مضبوطه. السبعينات ايام صدام ايش جيبوا؟ السبعينات حتى قبل صدام. انا خد بالك انا بقرا التاريخ العراقي كويس يعني حافظ. جيب بالسبعينات. صدام وقتها كان صغير بعد. ايه هو 79 استلم الحكم. 79 استلم، في ال 73 كان لسه نائب رئيس. صحيح. تعرف انت صدام كان صديقك كنا قاعدين انا الشقه واحده بحاره الدقي؟ لا يعني اي والله العظيم كنا انا نضرب فلافل ببلاش وابو المطعم، بعدين رحت له ورا ما هو صار رئيس قال لي اخبار صدام ايه؟ هو لا وديفه. قلت له عم صدام صار رئيس؟ صار هذا حكي صح بس اي قال هو لا شغل ولا ايه؟ قلت له عمي لقى شغل ودز لك $10,000 سلم عليه. هاي بوقت احكي لك انا ابوي بال 79 احكي لك يا ابوي انت 38 سنه يوم ما تطير 40 ما تكمل اخوي. اعقل. ها وحق هذا الويل كاب علي وعلى عافيتي يا صدام كنا انا يا بشقه انت جاي تسولف. بحاره الدقي وكان اكو واحد ابو الشقه ما ندفع له ايجار وناكل اكل من المطعم يعطينا اكل ببلاش انا ذاك. فانا رحت له بال 79 قال لي هو صدام لقى شغل. قلت له صدام صار رئيس؟ قال ايه ما شاء الله. واخذنا بوقتها من حسن مبارك موعد قلنا جابوا القياده، جابوا هذا الشخص الكبير بالعمر اسمه لحد الان اتذكر عبد الرحمن اللي البواب مال البنايه، جابوا عبد الرحمن مسكوفيج لونها سمائي. كانت بذاك الوقت بمصر مشتهره سياره المسكوفيج اللي كانوا اهل الحله قبل يشتغلون بها تاكسيات، المسكوفيج اذا سامعين. وصفقه الدبابات بالحرب جبناها هم من مصر. صفقه الدبابات بحرب ايران بال 85 انا رحت استلمتها من ميناء سيناء لحد الان اتذكر. وحق هاي التانك اشتلى علي وعلى عافيتي وانا شاب ومريض وما مستعد احلف لك، نحكي لك صراحه ما مستعد ابرر لك تصدق لو لا. بالله عليك شنو التانك اشتري ابو شاهين؟ ها؟ التانك اشتري شنو؟ منطقه؟ تانك اشتري البنزين خانه يعني. هاي مكتوب عليه. واخيرا عرفتها شنو. قرار حبيبي منور. بيسالوني بيقولوا لي كان ويا عدي. اقول لك القياده كلها كانت بجيبه، انت جاي تحكي. حسن مبارك من علمه على الطيران؟ شلون هو مقدم طياره؟ منين تخرج؟ تخرج من القوه الجويه العراقيه مصنع الابطال، والمدرب مالته كان اني بوقت. والله العظيم انور السادات من انكتل على المدرج من هو ركب على هذا فوق الدبابه ضرب شاهين جابه وجه بالهداوه يا هذا الرجل يعني راح وما يصدق. هسه نحلف العالم التمت علينا الالمان يقولون ايش بيك ابو شاهين؟ شو ما يصدق ما اعرف. يعرفوك كارث لورا شو اسمها؟ يعرفوك الالمان كلهم يعرفون. هاي نسوان موتا علي هنا الالمانيات يقول انا ابو شاهين نموت عليه. قلت لها بابا اروح ذاك اليوم وحده. قلت لها تحكين صدق انتي؟ قالت مستعده اعوف الاطفال وزوجي. واحد يكتب لي يقول لي كان يدرب عدي قبل من كان يجي معايشات. قبل كان يجي معايشات بالبصره كانت ب5 ميل القاعده مال الفرقه فرقه 11 كانت ب5 ميل على المنصوري يندل المكان. ايش بيه؟ كان يجيبون عدي معايشه ويطلع للصيد. فمره من المرات اجى هو وكان مره من اسمع حق لك شغله. مره من المرات اجى عدي كلش شويه. مره من المرات اجى عدي واجى بوقتها ابن جبار شنشل كان شاب صغير.
فعدي بن صدام اجى معاي شرح للصيد بالتنومه وين تعبر الجسر مال الدواب من هناك الطب. ابن جبار شنشلهم رايح يصيد، ضرب طلقه عبالهم محاوله اغتيال على عدي، كان يقول يا ابني هسه اريده. الدنيا انقلبت ببكتة. جاي تسولف لو ما انا غير لا يبقى جبار ولا عقار، الدنيا تنقلب. انا سديتها قوه قلت له عمي شاهين ابو شاهين، انا ما استذكر السالفه مال الطياره اللي رميتوها. اي بس ارجع للموقع مالتي. لحظه ضلوا وياي، خل ارجع لحظه. شوف طياره هسه راح اسولف لك. صارت اكو حادثه بالبصره على المنصوري. اي نعم سمعت. لا اسولف لك اياها هسه. تدري شنو؟ ايه ينقلب قلب بالبصره عليك العالم. يقول لك هاي شلون عرف هذا الصندوق الاسود؟ ابو شاهين. ابو شاهين هذا عدي كان يمشي براسه يا رجل، حتى ابوه كان مجنن. راسه يا معود شبع تعجول لمن الله قال لي بس من القصر الاسود السليماني والتنازل. وكان يروح يقول لابوه، يقول له ما اقدر احاكي لان ابو شاهين يريد مصلحتك. انت وين نايم جاي تسولف غير اسرار دوله؟ انا شنو اطلع لك اياها اسرار الدوله حاليا؟ شلون؟ انا مره سمعت، انا اعرف كل تاريخ العراق ولا مره سمعت. هسه تعال لا بس استاذ عمر اكو اشياء تعال. اكو اشياء اسمها الصندوق الاسود، وانت رجل يعني فاهم وواعي. مزبوط. اكو اشياء اسرار بيت. مو يعني هاي الاشياء تصير بداخل بيت صدام حسين. بس انا اعرف بيه. يعني اكو اشياء ابو شاهين يعرفها، مثلا زوجة صدام حسين ما تعرفها. صح جاي تسولف هسه. سؤال كم عمرك؟ والله هذا احد الصناديق السود اللي ما اقدر اقول لك اياه لين بس